السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا طلاب الصف الثالث الإعدادي. النهاردة إن شاء الله يا شباب مع بعض هنراجع أهم الحاجات اللي لازم تخلي بالك منها بالنسبة للوحدة الرابعة. طبعا كله بيتكلم عن الدوائر يا شباب. أساسيات التراكمية، أنت عارف إن كل زاويتين متتامتان ب90 متكاملتان 180. قطعة مستقيمة مرسومة بمنتصفين ضلعين في مثلث بتوازي الضلع الثالث، وهكذا. دي كلها حاجات أنت عارفها. بالنسبة للمفاهيم الأساسية، ودي يعتبر أول حاجة عندنا، كان بعلمك إيه هو نصف القطر وهو القطر وما هو الوتر، ودي الأفراج اللي بينهم. أهم 3 كلمات كانوا موجودين معاك في الدرس ده، أولهم النمار ينصف عمودي، والتانية النمار عمودي ينصف، وآخر حاجة إن أنصاف الأقطار ما لها أستاذ متساوية. أوضاع نقطة ومستقيم بالنسبة لدائرة، أنت لو معاك دايرة فالنقطة إما هتكون خارج أو على أو داخل، وكمثل المستقيم ممكن يكون خارج، ممكن يكون على ويسمى مماس، أو ممكن يكون داخل واسمه قاطع للدائرة. أما بالنسبة للأوضاع، دائرة بالنسبة لدائرة أخرى، الدائرة ممكن يكون متباعدتان متمستان من الخارج، ممكن يكونوا متقاطعتان متمسين من الداخل، أو متداخلتان أو متحدتا المركز. يهمني في ده كله إن دول لهم مماس مشترك، ودول لهم وتر مشترك، ودول لهم مماس مشترك. خط المركزين أهم كلمة في الدرس الثالث، إن خط المركزين عمودي على المماس المشترك، وهو عمودي على الوتر المشترك. علاقة أوتار بالنسبة لدائرة، احنا عرفنا الوتر يساوي الوتر، إذا البعد بيساوي البعد. تعيين الدايرة ده يهمك فيه برضو كلمتين مفيش غيرهم، اللي هم يا أستاذ، إذا جو قال لك الدائرة الداخلة للمثلث، يعني الدايرة كده جوه المثلث، مادام هي داخلة يبقى دي تمثل منصفات زواياه. داخلة يبقى زوايا. أما لو قال لي خارجة عن المثلث، الخارج المثلث، يبقى هتدور على كلمة فيها أضلاع. يعني داخله افتكرها ان جوه، واللي جوه دور على كلمه فيها زوايا. اما لو قالك خارجه، دور على كلمه فيها اضلاع. دي اهم حاجه موجوده معانا في الوحده الرابعه بالنسبه للدائره. الوحده الخامسه، طبعا هشوفها مساز حاجات كتيره بصراحه ومش عارف اعمل فيها ايه. صلي كده بينا على النبي، تلاقي الامور ان شاء الله سهله وبسيطه. اولا الزاوية المركزية وقياس الخواص. احنا عرفنا ان الدايرة كلها قياساتها 360 درجة، والزاوية دي زاوية مستقيمة ومرسومة في النص ورأسها مركز الدايرة، فاسمها مركزية وقياسها 180 درجة. عرفت كمان يا أستاذ إن لو القوس ده ب100، فالزاوية المركزية برضو بتساوي 100 درجة. العلاقة بين المحيطية والمركزية، لو نفس الرسمة بتاعت بدري ورسمت يا أستاذ كده القوس ده ب100، هتلاقي إن الزاوية المركزية ب100 برضه، والزاوية المحيطية تلاقيها ب50 درجة. فكده الزاوية المركزية بتساوي نص الزاوية المحيطية. تمارين مشهورة كانوا هما تمرينين بس مفيش غيرهم. تمارين مشهورة هما الاتنين بس. بيقول لي لو وتران متقاطعان داخل الدايرة، فكده بتساوي نص المجموع. أما الوتران لو تقاطعوا خارج الدائرة، ودي بتساوي نص الفرق. ازاي يا أستاذ؟ يعني مثلا لو دي معاك 100 ودي كده 40، قياس الزاوية اللي بره دي نص فرقهم. 100 ناقص 40 60، نصها كام؟ 30. أما هنا لو دي قياسها ب100، القوس ده مثلا 100 والقوس التاني ده ب120، هتكون الزاوية دي نص المجموع. دول مجموعهم 220، ونصهم يا مستر 110. الزوايا المحيطية المشتركة في نفس القوس دي بتكون متساوية. الشكل الرباعي الدائري، امتى بقول عنه رباعي دائري؟ لما يبقى عندي 3 حاجات بس، اللي هما اولا كل زاويتان متقابلتان متكاملتان. وقلنا معنى متكاملتان ان هما بيعملوا 180 درجة. ان تكون الزاوية الخارجة بتساوي المقابلة للمجاورة، يعني تلاقي الزاوية اللي موجودة في المكان ده اسمها زاوية خارجة مقابلة للمجاورة، وش اللي جنبيها. او كمان انك انت تلاقي لك زاويتان مرسومتان على نفس القاعدة وفي اتجاه واحد، ساعتها اقدر اقول ان ده رباعي دائري. علاقة الممسات بالدايرة، انت لو معاك دايرة ولبسناها طربوش،
خلي بالك ان الممسات عمودية على نصف القطر، يعني بتعمل زاوية قياسها 90 درجة. ادي مثلا نصف قطر مرسوم. وكمان الممسات بتكون متساوية، يعني عشان تبقى مخلي بالك. وكمان لو معايا هنا زاوية ميم اللي هي الزاوية المركزية، فرضا لو هي ب120 هتلاقي دي ب90 ودي 90. فرضا ان دي 120، اذا اللي قصادها دي هتكون ب60 درجة، وبالتالي هتكون 60 ويكون المثلث ده متساوي الأضلاع. الزاوية الممسية هي زاوية مرسومة بمماس ووتر، مماس وقطر، مماس وأي حاجة تاني في الدائرة، وقياسها بيساوي نص قياس القوس. يعني لو القوس ده مثلا ب70 هتبقى هي ب35. لو اشتركت معاها زاوية محيطية تبقى برضو ب35. لو اشتركت معاهم زاوية ممسية هتبقى ب70 درجة. كده أعتقد الناس اللي ما كانتش فايتها حاجة أصلا أثناء الدراسة بتاعتنا، اعتقد لمت جدا 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 شوية الكلمات اللي احنا قلناهم دول. الموضوع يا شباب سهل وبسيط، مش محتاج منك غير تركز شوية في كل الكلمة احنا قلناها. بالنسبة لملخص القوانين اللي اتقالت لو انت حابب تكتبهم: انا عارف انصاف الاقطار متساوية، ينصف اذا عمودي، عمودي اذا ينصف. المماس عمودي على الوتر، ممسان مرسومان من نهايتي قطر يكونان متوازيان. خط المركزين عمودي على الوتر المشترك. حاول انت، لو انا بالفعل بقول بسرعة عشان وقت متأخر، انت حاول تكتبهم بالراحة. هنا القوس بيساوي القوس يبقى الوتر بيساوي الوتر. هنا الوتران المتوازيان يحصران بينهما قوسان متساويان. لو معاك مماس بيوازي اي وتر يبقى برضو بيحصران بينهما قوسان متساويان. هنا اذا كان البعد بيساوي البعد اذا الوتر بيساوي الوتر والعكس صحيح. كمان يا استاذ في الشق ده ان الزاوية المركزية بتساوي نص الزاوية المركزية ضعف المحيطية. يعني لو القوس 100 تبقى المركزية 100 والمحيطية 50. الزاوية المحيطية نص المركزية ونص القوس. يعني لو القوس اللي معايا ده كان ب120 هتبقى المحيطية ب60، النص تحديدا. رقم 13: محيطيتان مشتركتان في نفس القوس، القوس بتاعهم أ ج، هتبقى هما الاتنين متساويان وما يهمش أعرف قياسه. لو كان القوس بيساوي القوس تبقى المحيطية بتساوي المحيطية. الزاوية اللي مرسومة معايا دي زاوية مماسية لأن مماس ووتر. الزاوية أ دي بتساوي زاوية د. المماسية تساوي المحيطية وتساوي، والمركزية هتكون طبعا ضعف بتاعهم، بدري قلناها لو كانت 70 درجة. الزاوية المحيطية المرسومة في نصف دايرة تكون قائمة. طبعا دي كده التمارين مشهور واحد. لو تقاطعوا داخل تبقى بتساوي نص المجموع. قياس أ ب ه، الزاوية دي بتساوي مجموع القوسين. قياس الأقواس، لو كانت الأقواس متساوية تبقى الأوتار متساوية. والطول بيساوي طول القوس قياسه على 360 في 2 باي على نقط. قياسه هو مثلا لو 180 درجة، يعني لو أنا معايا القوس كده فقياسه 180 انه واخد نص الدايرة، يبقى اذا هاخد نص المحيط. عشان كده بنتعلمها نسبته في محيطه، النسبة في المحيط. شكل الرباعي دائري يكون اصلا شكل رباعي دائري لو كانوا كل زاويتين متقابلتان ب180، الخارجة بتساوي مقابلة المجاورة، او ان في زاويتين مرسومان على قاعدة واحدة. تمارين مشهورة: الزاوية بتساوي نص المجموع، الزاوية دي نص الفرق عشان تقاطع من الداخل، قطعتان متماثلتان، يعني الألف ب بيساوي الألف ج، ده كده مثلث متساوي الساقين. لو انت وصلت ان الألف ب60 هيقلب على طول على المثلث متساوي الأضلاع. المماس عمودي على نصف القطر. كمان لو ظهرت عندك زاوية 30 يبقى طول الضلع المقابل يساوي نص طول الوتر. يعني فرضا لو اداك الوتر 10 يبقى الحتة دي ب5. تقدر تحسب من فيثاغورس الألف باء هتطلع معاك بكام. اقليدس كان بيقول لك ان الألف باء تربيع بتساوي ألف د في ألف ج. الب ج تربيع بتساوي ج د في ج ألف. وما سكتش عند القدر ده، ولكن قال لك كمان ان الب د تربيع بتساوي د ألف في د ج، او ان الب د بتساوي ب ألف في ب ج على الألف ج.
عشان تثبت ان الشكل الرباعي دائري عايز واحدة من دول لازم تثبتها. عشان تثبت ان الشكل الرباعي دائري في زاويتين متقابلتان وفي نفس الشكل. الشكل ده هو القطعة الممسية، قطعتان متماستان بيكونوا بيساووا بعض، وبنصف الوتر ده وبيكون عمود عليه، وبنصف الزاوية وبنصف زاوية الرأس. كل المنصفات ده هتفيدني لما اجي احل مع بعض في البرهان. بالنسبة للتراكميات طبعا معين طول نص مجموعة، نص حاصل ضربهم تطلع ب24. مجموع أي ضلعين لازم يكون أكبر من الضلع الثالث. لو لقيت التربيع لو لقيتها يساوي يبقى زاوية ب، هنا الألف جيم ناقصها ب، فلما يساوي هتكون قائمة. لو لقيتها أكبر يبقى هتكون منفرجة. لو لقيت الألف جيم طبعا دي برضو أكبر، كان المفروض يقول لك أصغر عشان تبقى هنا حادة. قياس الزاوية في الشكل السداسي هستخدم فيها القانون ن ناقص 2 في 180 على الستة. النون هنا ب6، 6 ناقص 2 4، تبقى 4 في 180 على الستة. عدد محاور تماثل المربع 4 والمستطيل 2. ميل المستقيم ده سالب معامل س على معامل ص، سالب معامل س على معامل ص تطلع 4. ميل الموازي لمحور السينات 0، أما ميل الموازي لمحور الصادات هيكون غير معرف. عدد تماثل نصف الدايرة 1، عدد تماثل مساوي الساقين 1، يعني هكتب هنا يساوي. القطران متساويان مستطيل بحرف السين متعامدان معين. لو قال لي ومتعامدان كنت هقول له مربع. مربع محيطه 20، هقسم على 4 يبقى دول طلعوا 5، فمساحته 5 في 5 25. إذا كان ألف ب قطرا في الدائرة حيث الألف والب، هنا عايزني أشتغل بقانون المنتصف. مجموع السينات على 2 فيها الأربعة، ومجموع الصادات على 2 فيها السالب 2. دايرة محيطها يبقى طول قطرها برضه هو 8. طول المتوسط الخارج من رأس القائمة بيساوي نص طول الوتر، نص طول الوتر. طول الضلع المقابل للزاوية 30 بيساوي نص طول الوتر. عدد أشكال المستطيلات هنا 1 2 3، وده كده 4 وده 5، وهم كلهم 6. فدايما لما يقول لك عدد أي حاجة عد عددهم كامل اللي ظهر قدامك في ونقص 1. عندي 1 2 3 واضربهم 3 ناقص 1 2، 3 في 2 تطلع 6. أتمنى إن شاء الله أكون فدتكم ولو جزء بسيط. بإذن الله تعالى أشوفكم دايما على كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.